طحينة. بس بقى الطحينة دي ما بتتحط على الرز. اه. مم. قالوا بالهنا والشفا. ابو غنوج. الطحينة دي عالمية. تتبيلة الفراخ دي جامدة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ومننا في رمضان عملنا النهاردة مشاوي. بص كده يا باشا، فراخ مشوية، لحمة مشوية، شوية رز بسمتي ايه، برياني، ومعانا السلطات بقى، سلطة خضراء، بابا غنوج، طحينة، وزبادي بالخيار. عملت لكم فيديو وصفة حلوة جدا لطريقة التتبيلة اللي شوينا بيها، اللي عملنا بيها الفراخ الجميلة دي، وبرضه طريقة لتتبيلة اللحمة المشوية دي. ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. متنسوش اهم حاجة اشتركوا في القناة اللي مشتركش، اعملوا لايك للفيديو دوت، وفعلوا زر الجرس ان تكرمتم، ومتنسوش تصلوا على النبي. وتعالوا اقول لكم انا عملت الوصفة دي ازاي. يلا بينا. عندنا اللحمة الشرايح اهيت. هنتبل بالملح، فلفل اسمر، جوز الطيب، بابريكا، صويا صوص، باربيكيو، عندنا بصلاية متقطعة قطع، طماطماية متقطعة قطع، هنسيبها لمدة يوم في التلاجة تكون شربت براحتها من التتبيلة، وبعد كده هنبدأ إن احنا نشويها. والفراخ المشوية جبت 4 وراك وقطعتهم. هنتبل ملح، فلفل، توم بودر، بصل بودر، زعتر، بهارات مشكلة أو السبع بهارات، عصير ليمونة، معلقة توم مفروم، بابريكا، كوباية زبادي، ودبس الرمان. والبصل والطماطم اللي فرمناهم، ونقلب الكلام ده بيطلع. لما تبلناها بالشكل ده هنسيبها لمدة يوم في التلاجة برضو تشرب براحتها خالص من التتبيلة. بعد كده نبقى نشويها. نيجي بقى للرز البسمتي والعادي بتاعه اللي احنا بنعمله على طول. هنجيب الحلة ونحط فيها شوية زيت، والبهارات بتاعتها بقى 2 ماجي، ورق لورا، حبهان، قرنفل، ملح، فلفل، بهارات البسمتي وبهارات المشكلة. هنجيب الرز اللي هو البسمتي وهننزله ونديله تشويحة صغيرة، وبعد كده نضيف المية ونضيف بصلاية هتدي طعم حلو معاهم، وهنغطيه بالورق الفويل ونغطيه بالغطا ونسيبه لحد لما يستوي ويبقى اسمه يعتبر رز بخاري. بس طبعا الرز البخاري بيبقى ليه طريقة تانية غير دي، بس انا حبيت ان انا اجربه بالطريقة الجميلة دي، وطلع زي ما انتم شايفين مفلفل وحلو جدا. نيجي بقى لوقت الشوي. حضر بقى الشواية وفحمك الجميل، ولع النار ونزل اللحمة على الشواية.
ولما تاخد الوش الجميل ده هنبدأ ان احنا نقلبها الناحية التانية، ونخلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا وما تبقاش ناشفة وما تبقاش طعمها مش قد كده. لما تبقى بالشكل ده كده شكلها بقى جميل كده يعتبر اللحمة استوت. ونقدر طبعا ندوقها عشان نتأكد إذا كانت استوت ولا لأ. الفراخ بقى زي ما طلعناها كده من التتبيلة هننزلها. أهم حاجة يبقى المسافة ما بينها وما بين النار مش عالية عشان ما تتحرقش مننا على الفاضي وما تكونش استوت. ولما تاخد الشكل الجميل دوت هنغززها وندوقها ونشوف استوت ولا لسه. أنا شايف إن هي كده استوت وبقى شكلها جميل جدا، وبالهنا والشفا. وبكده يبقى احنا عملنا احلى رز بسمتي بالطريقه البخاري، وفراخ مشويه بتتبيله جميله، ولحمه المشويه بتتبيله جميله. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وجميله وان شاء الله تجربوها، واتمنى لو جربتوها تعرفوني ايه رايكم في تتبيله اللحمه بالذات والفراخ. متنسوش تدعمونا بقى وتعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. وبكده يبقى احنا عملنا احلى تتبيله للفراخ المشويه وللحمه المشويه في رمضان. لو عجبتكم التتبيله دي وعجبكم الفيديو ده اعملوا اشتراك في القناه اللي مشتركش، اعملوا لايك اهم حاجه، والاهم من الاهم ان انتوا ما تنسوش تصلوا على النبي. سلام.